عين جلالة الملك وبحضور وزير الداخلية اليوم السيد خالد سفير واليا على جهة الدار البيضاء الكبرى. الوالي الجديد حاصل على دبلوم مهندس من مدرسة البوليتكنيك بفرنسا وعلى دبلوم الإحصاء والاقتصاد من المدرسة الوطنية بباريس. السيد خالد سفير تولى مناصب عليا بوزارة المالية والخوصصة قبل أن يعين عاملا على عملتي الفداء مرس السلطان والدار البيضاء أنفا. ويأتي تعيين الولي الجديد لجهة الدار البيضاء الكبرى إلى جانب عامل إقليم برشيد أيام قليلة بعد رسم جلالة الملك في خطاب افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية للبرلمان بغرفتيه صورة قاتمة على الواقع الذي تعيشه جهة الدار البيضاء الكبرى، والتي تفتقد ويؤكد جلالة الملك إلى الحكامة الرشيدة، رغم أن ميزانية هذه الجهة تفوق ب4 أضعاف مدن مثل مراكش وفاس. تحويل الدار البيضاء إلى قطب مالي دولي يتطلب أولا وقبل كل شيء توفير البنيات التحتية والخدماتية بمواصفات عالمية، وترسيق قواعد الحكامة الجيدة، وإيجاد إطار قانوني ملائم، وتكوين موارد بشرية ذات مؤهلات عالية، واعتماد التقنيات وطرق التدبير الحديثة. غير أن الدار البيضاء لا تجتمع فيها مع الأسف كل هذه المؤهلات رغم المجهودات الكبيرة على مستوى التجهيز والاستثمار، وخاصة ما يتعلق منها بالتأهيل الحضري. هذا وأكدت مجلة أمريكية في موقعها الإلكتروني أن جلالة الملك له إرادة قوية لجعل مدينة الدار البيضاء الكبرى مركزا ماليا رائدا في القارة الإفريقية. وتضيف المجلة الأمريكية أن هذا المركز المالي سيكون بوابة للولوج إلى شمال وغرب ووسط إفريقيا ونقطة جذب لكبريات المؤسسات المالية الوطنية